بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا في شهر يناير في الفيوم، وانا قلت اعمل ريفيو سريع عن منطقه الفيوم وكده. محافظه الفيوم هي محافظه موجوده يعتبر في جنوب شرق مدينه 6 اكتوبر، يمكن بحوالي حاجه بسيطه 50 كيلو او كده، وتتميز بوجود بحيره قارون، وهي بحيره اغلبها جايه من الصرف الزراعي بتاع منطقه الفيوم، وكل المحافظه موجود جنوب البحيره. وشمال المحافظه يوجد الصحراء اللي احنا شايفينها هناك دي، ودي في بقى جبل قطراني، وفيها بعض الاماكن الجيولوجيه. الجيولوجيين بيحاولوا يشوفوا فيها تاريخ المنطقه من الناحيه الجيولوجيه. البحيره برضو بيستخرج منها الملح. الملح ده بيقلل من درجه الملوحه بتاعت البحيره. اما الفيوم نفسها فهي منطقه زراعيه كبيره مرتبطه بالنيل ببحر يوسف، وهو ميه عذبه، ويوجد بها عدد من المراكز زي مركز الشواي ومركز يوسف الصديق ومركز إبصا. كل مركز من دول يوجد به ايضا عدد من القرى الملحقه به، ويوجد ايضا بعض القرى السياحيه هنا زي قريه يونس. كما يوجد هنا في هذه المنطقه وادي الريان ووادي الحيتان، وهي مناطق جميله من الناحيه الجيولوجيه. ووادي الريان يوجد به بعض الصرف بتاع المياه بتاع الزراعه اللي بتيجي من الفيوم، ويوجد ايضا جنوب غرب الفيوم. اما وادي الحيتان فيوجد بالاتجاه الغربي ب40 كيلومتر من الفيوم، ويتميز بوجود عصر الايوسين، حيث كان يعيش فيه عدد من الحيتان، وكان يعني جزء من بحر التيسس او البحر المتوسط دلوقتي حاليا يتراجع كثيرا الى الشمال في الوضع الحالي، وهي منطقه تابعه لليونسكو، منطقه وادي الحيتان.